اهلا بيكم، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى هنعمل صينية الفراخ او افخاد الدجاج او الوراك. هنعملها بالبصل بخلطة خطيرة، هنعملها بتتبيلة حلوة جدا وبطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة مع بعض. بس قبل ما نشوف الطريقة ياريت تعملوا الاشتراك ولايك في القناة. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي هنا حوالي 5 معالق كبار من الصلصة الجاهزة او الصلصة البيتي حسب ما حضراتكم عايزين. الخلطة ديت هنحط عليها معلقة كبيرة من الخل، وبعدين هنضيف عليها حوالي معلقتين كبار من دبس الرمان، ولو مش موجود عندك دبس الرمان ممكن تحطي عسل اسود وعصرة ليمونة هيديكي نفس الطعم. وحطيت معلقتين كبار من الزيت، وهحط معلقة صغيرة من توابل الفراخ، ومعلقة حوالي معلقتين من الملح، معلقتين صغيرين من الملح، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة فلفل اسود. وهقلب كويس كده الخلطة بتاعتنا او التتبيلة. هقلب التتبيلة بتاعتنا كده كويس مع بعض. وبعدين انا عندي بقى كمية من الفراخ غسلتها كويس جدا ونقعتها حوالي 10 دقايق في ملح وليمون ودقيق، وبعدين خرجتها وشطفتها كويس وبقت نظيفة عندي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هحط الكمية بتاعة الفراخ كلها في التتبيلة اللي عملناها مع بعض. التتبيلة بتاعتنا دي جميلة جدا، بتدي طعم حلو جدا جدا للفراخ، بتبقى زي الفراخ المشوية بالظبط. يعني تتبيلة كده غير صينية البطاطس العادية اللي احنا بنعملها. دي بتخلي صينية البطاطس بتاعتنا بتروح كده في حتة تاني خالص، بتخلي طعمها جميل جدا. هقلب الفراخ بتاعتي كويس، انا فاتحة الفراخ كده عاملة لها فتحات بحيث ان التتبيلة تدخل فيها ويبقى طعم الفراخ بتاعنا طعمها حلو. هدخل كويس كده التتبيلة في الفتحات اللي انا فتحها دي بالسكينة، بحيث ان الفراخ بتاعتنا تشرب من التتبيلة كويس ويبقى طعمها حلو وتطلع معانا طعمها جميل جدا. خلاص التتبيلة كده ممكن نركنها على جنب ساعتين وممكن نشتغل فيها على طول. انا هشتغل فيها على طول معاكم. جبت كمية من البطاطس قطعتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وبعدين جبت بصلتين كبار وحطيت عليهم فلفل اسود وملح، وبعدين هنحط البصل على البطاطس، وهضيف مع حوالي 4 معالق من التتبيلة اللي احنا عاملينها. يعني التتبيلة اللي هتفيض من الفراخ هنحطها على كمية البطاطس والبصل بتاعتنا. وبعدين بقى هنجيب الفراخ بتاعتنا هنرصها كده، هنرص الافخاد بتاعت الدجاج كلها او الوراك حسب ما انتوا بتسموها. ارصها كده بشكل حلو بحيث ان هي لما تطلع من الفرن يبقى شكلها حلو كده في الصينية. هحط الكمية بتاعة الفراخ كلها، وبعدين بقى هنسخن الفرن بتاعتنا، هنسخنها على درجة حرارة حوالي 250، وهننزل الرف بتاعنا هننزله لأول درجة تحت، يعني أول مستوى في الفرن من تحت خالص هنحطه فيها، بحيث ان الفراخ تبقى مباشرة على النار وتستوي معانا بسرعة ومتاخدش معانا وقت خالص. جبت بقية التتبيلة بتاعتنا ورشتها كده على الفراخ من فوق، وبعدين بقى هنغطيها المفروض نغطيها بورق زبدة، وبعدين ورق ألمنيوم أو ورق قصدير حسب ما بتسموه. هغطيها كويس جدا، بس أنا مش موجود عندي، مش متوفر عندي ورق الزبدة، فأنا هحط ورق القصدير. هغطي كويس جدا كده، واحاول ما اخليش فيها اي فتحات علشان ما يدخلهاش اي هواء، وهدخلها في الرف في اول رف من تحت في الفرن. هتاخد معانا وقت قد ايه؟ هتاخد معانا بالظبط ساعة، وهتخرج بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. هنشيل بعد ما تستوي خالص واتأكد ان هي استوت، اروح شايلة ورق القصدير بتاعنا وشغل الشواية 5 دقايق، هتاخد اللون اللي حضراتكم شايفينه ده. احلى واجمل صينية فراخ بالبطاطس هتعمليها في وقت قليل جدا،
وهيطلع معاكي التتبيلة بتاعتها وطعمها رهيب. وطعم البطاطس بيبقى شارب من التتبيلة اللي احنا عملناها مع بعض، بيبقى طعمها حلو جدا. انتي لو جربتي التتبيلة دي مش هتعمليها غير بالطريقة دي. تتبيلة حلوة جدا جدا، وبتدي طعم جميل قوي لصينية البطاطس، بتخليها مختلفة خالص عن صينية البطاطس العادية اللي احنا بنعملها. بصوا الفراخ مستوية من جوه، والبطاطس كمان طالعة مستوية وحلوة جدا. وممكن تسويها بقى حسب ما انتي عايزة، يعني بتستوي معاكي وبتطلع زي الزبدة، الفراخ مستوية والبطاطس كمان. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم.